المغرب يحذر الجارة الشرقية من خطورة المساس بثروة غار جبيلات في تندوف المحتلة، على اعتبار أنها ثروة مشتركة مع المغرب ولا يحق للجزائر استخراجها لوحدها. وأفاد المصدر ذاته أن خرق الجزائر لاتفاقية 1972 يعتبر من باب المزايدة الجزائرية ضد المغرب، ومن باب التصعيد، لأن استغلال مناجم غار جبيلات بتندوف يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية والبنية المنجمية، ومن أجل إيصال الطرق المعبدة أو السكك الحديدية للمنجمة. وهذا مستعصي على الحكومة الجزائرية في الوقت الراهن بسبب تخبطها في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة. وبالتالي فإشهار هذه الورقة ضد المغرب يدخل في إطار حملة تصعيد وتسميم العلاقات ما بين المغرب والجزائر في اتجاه الدفع نحو مزيد من